حي مورا بمدينة نابل على ملك أجنبي بلجيكي الجنسية كان ينوي بعث مصنع للحلي المقلد وفق ما أفاد به مدير إدارة الأبحاث الديوانية العميد وحيد السعيدي. وأوضح نفس المصدر في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم إيقاف الأجنبي وحجز كميات من الذخيرة والأسلحة التي كانت مخبأة داخل صناديق تحمل أمتعته الشخصية والمتمثلة في خراطيش وسلاح حربي ومسدس عيار 9 ملم ومعدات خاصة بالغوص. وأضاف أن هذه العملية تمت بعد متابعة من فرقة الأبحاث الديوانية إثر ورود معلومات منذ أيام حول اعتزام أجنبي إدخال كمية من الأسلحة إلى تونس، مشيرا إلى أنه تم استغلال المعلومات بعد أبحاث ومتابعة دقيقة للشاحنة انطلاقا من مغادرتها ميناء رادس باتجاه نابل، حيث تم إلقاء القبض على هذا الشخص متلبسا وهو بصدد إنزال أدباشه من الحاوية التي تحملها الشاحنة.